هيا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهاردة بقى هنعمل المهلبية، بس هنعملها بطريقة حلوة ومختلفة. مش مهلبية تقليدية كده، لا هي خليط بين المهلبية والبودنج كده الناعم. قوامها بجد حلو. وكمان يعني احنا بنعملها كتير في رمضان. هنزينها باشكال كتير ونختار بقى اللي احنا عاوزينه، وهنضيف لها كمان اضافات كده جديدة نخليها طعمها مش عادي، يعني مش تقليدي كده. اول حاجة انا معايا 3 كيلو من الحليب. انا الحليب بتاعي كامل الدسم. ضفت له كوب من النشا، كمان ضفت كوب ونص من السكر الابيض، وضفت بقى اللي هيخلي القوام بتاعها حلو، نص كوب من الدقيق. يعني انا مش ضايفه الكميه كلها نشا، لا ضايفه نص كوب من الدقيق. وافضل كده اقلب باستمرار، مش هقطع خالص التقليب لحد ما القوام بتاعها يتقل. ضفت لها كمان دي زبده بلدي فلاحي، بتديها طعم حلو قوي وغني. دي بقى معلقه صغيره كده من الفانيليا عشان تديها ريحه، بس بعد ما شلتها من على النار. دي بقى نص كوبايه من الكريم الشانتيه البودر، بس بعد ما بشيلها برضو من على النار كده. ممكن نضيف بقى كريمة سايلة، بس الكريمة السايلة لو هنضيفها بنضيفها مع الحليب في الاول خالص. وهضرب كده بالمضرب بس شوية عشان يعني الكريمة تتخلط معايا مع المهلبية. بس وكده بتكون جاهزة خلاص. قبل بقى ما تبرد بنضيفها في الاطباق، عشان لو بردت ومسكت معانا مش هيكون شكلها احسن حاجة واحنا بنغرفها كده في الاطباق، وممكن تطلع مقرمشة معايا ومش متساوية. بضيفها قبل ما تبرد كده. خلصتها خلاص وحطيتها في الاطباق. بص الوش بتاعها متساوي ازاي. هسيبها بقى تبرد في التلاجة عادي ساعة ساعتين براحتها، المهم تبرد. هزينها بقى بطرق. دي معايا هنا شوكولاتة، اي شوكولاتة بنستخدمها عادي نسيحها ونزينها كده. كان عندي بقى سبرينجلز كده بالشوكولاتة، وضفت لها كمان طبقة من الشوكولاتة كده، بتكون بقى يعني بتخلي طعمها احلى. طبعا التقليدية بتاعتنا المكسرات لا غنى عنها، يعني دي الاساسي. ضفت بقى كمان شوكولاتة مبشورة. زينوها بالطريقة اللي تحبوها وبالطعم اللي تحبوه. بصوا القوام بتاعها بجد حلو قوي، وطعمها كمان بجد خطير. معلقة ورا معلقة كده هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة زي السحابة. بجد قوامها تحفة. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.